بومزوي وبوزلوم تسميات شعبية للآلام. كيضرب أسفل الظهر وكيشد الأرجل. الكيروبراكتيك هو أكثر من مجرد طقطقة أو حركة ميكانيكية للفقرات، لأن الأمراض ماشي دائما سببها فيروس أو بكتيريا، ولكن كاين أمراض الجذع اللي فيه الأصل والفروع اللي منه كتوزع الحياة. العظام في الرؤية القرآنية ماشي مجرد هيكل، ولكن بنية تقوم عليها الحياة. مرحبا بكم في الحلقة السادسة من بودكاست الشفاء الصامت. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يبورك الحسين من دروب التجربة ومن عمق الرحلة ومن بين يدي البركة. في هذا الصوت، صوت الصمت، في هذا العلم، علم لا يرى بالكلمات بل بالأحاسيس. غادي نغوصوا اليوم في بحر من نوع آخر، بحر الأعمدة الفقرية، بحر التوازن، بحر الرسائل اللي كتوصلنا من العمود الفقري ولكن ما كنقراوهاش اليوم غادي نهضروا على علم الكيروبراكتر، أو كما يسميه البعض فن الشفاء من العمود الفقري. وها هنا كتدخل دور الصحافة النبيلة، ماشي صحافة العناوين والفضائح، ولكن صحافة التنوير، صحافة البحث عن الحقيقة الطبية، صحافة الصوت اللي كيسمع الآلام وكيترجمه. بودكاست الشفاء الصامت هو رسالة صحافية علاجية كتحاول توصل صوت الجسد اللي غاب على الميكروفونات، وتهمل في التحاليل وتكمش في الآهات اليومية. اليوم غادي نخليو العمود الفقري يهضر، وغادي نخليو الصحافة تكون المنبر، والكيروبراكتر يكون الرسالة، والنية تكون المفتاح. في الفقرة الأولى، شنو هو الكيروبراكتر؟ الكيروبراكتيك هو أكثر من مجرد طقطقة أو حركة ميكانيكية للفقرات. هو علم، فن وفلسفة. كلمة كيروبراكتيك جاية من الكلمة اليونانية اليد، كير براكتيكوس، العمل والفعل، يعني بكل بساطة العلاج باليد. ولكن وراء هذا الاسم كاين نظام متكامل كيتأسس على فكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن الجسد فيه القدرة على الشفاء الذاتي، لكن أحيانا كيتسد الطريق على هذا الشفاء، خصوصا من خلال انزياحات في العمود الفقري. العمود الفقري ماشي غير سلسلة ديال العظام، بل هو طريق السيار للأعصاب، وكل فقرة خارجة عن مكانها كتشوش على الإشارات اللي كتخرج من الدماغ وتمشي للأعصاب. الكيروبراكتر أو معالج الكيروبراكتيك كيكون مدرب علميا باش يكتشف هذه الانزياحات الدقيقة ويصحها بحركات مدروسة ناعمة ولكن دقيقة، كيطلقوا عليها بالإنجليزية adjustment. وهذه العملية ماشي فقط جسدية، بل كتأثر على طاقة الجسم، على التنفس، على النوم، على الحالة النفسية، وحتى على النظام المناعة. بزاف من الناس كتجرب الكيروبراكتيك وكتحس براحة عميقة، بحال شي وزن ترفع أو سيلان جديد للطاقة دار في الجسد. وهذا الشيء علاش كيقول بعض المعالجين العلاج اليدوي ماشي ميكانيكي، بل هو لغة صامتة بين اليدين والجسد. الفقرة 2، الجذور التاريخية والعلمية. قصة البداية. هذا التخصص بدأ سنة 1895 مع الطبيب الكندي دانييل ديفيد بالمر، اللي ما كانش طبيبا بالمعنى الكلاسيكي، ولكن كان ممارسا لعلوم الطاقة والعلاجات الروحانية، وعنده فضول علمي وروحي كبير. كان كيأمن بأن الأمراض ماشي دائما سببها فيروس أو بكتيريا، ولكن كاين أمراض بدايتها تكون في شي حاجة ما كتشوفهاش العين، انقطاع التواصل بين الدماغ والجسد، وكأن الجسم فيه خطوط سلكية، أعصاب، وأي عطب فيها كيعطل الإشارة والنتيجة مرض. وكانت اللحظة الفاصلة نهار جا عنده رجل بواب اسمه هارفيليارد، قال ليه أنا فقدت سمعي فجأة قبل 17 عام
بعد ما سمع دقة قوية في ظهري، ومن تما وانا ما كنسمعش مزيان. الدكتور بالمر بقى كيسول ويفكر ويفتش. واحد النهار قرر يدير فيه واحد التجربة. شاف ان عنده واحد الفقرة في العمود الفقري فيها واحد البروز كبير، بروز واضح. من تما قرر باش يضغط عليها بطريقة محسوبة بيديه. والمفاجأة، هارفي بدا كيسمع من جديد. ما صدقش راسو، ولكن من تما عرف ان فقرات العمود الفقري فيها سر كبير، واسس مدرسة في ايو في كندا سماها بالمر سكول اوف كيروبراكتيك. بالفعل تجربة بسيطة ولكن مليئة بالنية، بالفهم، بالاستماع العميق للجسد. الفقرة 3: كيفاش كيخدم الكيروبراكتيك. في هذه الرحلة ديال الشفاء الصامت غادي نغوصوا معا في سر من أسرار الجسد، العمود الفقري، ديك السارية اللي واقف عليها توازننا وكتفرع منه كل خيوط الحياة، من الدماغ حتى لأدق عضو في الجسم. العمود الفقري ماشي غير عظام مرصوصة، راه هو مركز الإرسال والاستقبال، هو الخط اللي كينتقلوا فيه الرسائل من الدماغ نحو القلب، الكبد، المعدة والخلايا إلى غير ذلك. ولكن فاش كتوقع انزياحات، تشنجات أو التواءات بسيطة، كيبدا الصوت ديال الجسد كيتشوش، الإشارة كتضعف والألم كيظهر، مرات في المعدة، مرات في الكتف، مرات في النفسية إلى غير ذلك. هنا كيدخل الكيروبراكتر بحال المايسترو ديال الأوركسترا الصامتة، كيدير فحص عميق وكيستعمل يديه بحكمة، بحنان وبعلم باش يرجع الفقرة لمكانها، بحركة صغيرة ولكن بتأثير كبير. اللمسة هنا ماشي قوة ولكن نية، ماشي عنف ولكن وعي. الجسد كيتجاوب وكيرتاح وكيرجع يتنفس بصمت ولكن بعمق. الفقرة 4: اش كيعالج الكيروبراكتيك. بسم الله على نية الشفاء وعلى يقين الرحمة اللي كاينه في كل لمسة صادقة. الكرسي اللي كنجلسوا عليه، الوسادة اللي كنعسوا عليها، وحتى الأحلام اللي كنفكروا فيها، كلها كتأثر بالجسد. الجسد كيتعب كيتعطل الميزان، كتظهر الآلام في العنق، في الظهر وحتى في راسنا. الكيروبراكتيك ماشي مجرد تصحيح فقرات، راه إعادة انسجام لنهر الحياة اللي كيجري في الداخل ديالنا. واحد الفن العلاجي اللي كيساعد في الآلام ديال الظهر، الرقبة اللي كتشدنا وتعيقنا في الحركة والحياة، السياتيك داك العصب اللي كيمد الرجلين بالطاقة، ولكن ملي كيتقلق كيبدا كيصيح في صمت وكيخلي الخطوة تولي ثقيلة بحال الهم. بومزوي وبوزلوم تسميات شعبية للآلام، كيضرب أسفل الظهر وكيشد الأرجل وكأنه كيتكلم بصمت. تراكمات سنين من الضغط، من الجلوس ومن الصمت. مشاكل الديسك، الانزلاقات اللي كتعكر صفو العمود الفقري، الصداع النصفي، داك الطنين الخفي اللي كيدق في صمت وكيمنع التركيز، اضطرابات النوم، الانزلاقات الغضروفية، التوتر، الهضم وحتى المناعة والمزاج والنية. وكل ما كترتاح الأعصاب كيرجع النفس طبيعي وكيرجع الجسد كيخدم بانسجام بين القلب والعقل، بين الروح والخلايا، وكأن العلاج كيشعل واحد الزر ديال إعادة التشغيل في الجسم. اللمسة هنا ماشي مجرد حركة ولكن رسالة صامتة، راه الجسد باغي يرجع لطبيعته، للطف ديالو، للسكينة. الفقرة 5: بين الشك والعلم. رأي الأطباء: يا من بيده الشفاء ويا من علم الإنسان ما لم يعلم. بين الشك اللي كيسكن بعض الناس والعلم اللي كيتكلم بلغة الأرقام والدراسات، كاينة منطقة وسطى ومنطقة الإنصاف في العلاج. الكيروبراكتيك كانوا اللي شكوا وكانوا اللي جربوا وكانوا حتى اللي شهدوا في مجلات علمية مرموقة بحال سباين جورنال والجي ام بي تي جورنال اوف مانيبيولاتيف اند فيزيولوجيكال ثيرابيوتكس. خرجت دراسة تقول بالحرف أن الكيروبراكتيك قادر يخفف من الآلام المزمنة اللي تقلات على الناس سنين طويلة، وأنه كينقص الاعتماد على المسكنات. وهذا الشيء في حد ذاته إنجاز في زمن ولا فيه الدواء كيعالج المرض العرضي
وكيخلي السبب كاين التحسن في النوم، في الجودة ديال الحياة، وفي الإحساس العام بالراحة، وكأن الجسد كيرجع يتنفس، والروح كتقول الحمد لله حسيت براسي راجعة لذاتي. لكن فهم الجسم ومفاصلو ويديه خفيفة ولكن واعية. النية وحدها ماشي كافية، خصها علم وتكوين ومسؤولية، لأنك ملي كتحط ظهرك في يد شي حد راك كتعطيه أمانة، أمانة الجسد وأحيانا أمانة الحياة كلها. الفقرة السادسة: الكيروبراكتيك والطاقة الكونية. بسم الله على نية توازن جديد، على نية انسياب النور في كل خلية. العمود الفقري ماشي غير عظام مركبة، راه هو شجرة ديالنا الداخلية، الجذع اللي فيه الأصل والفروع اللي منه كتوزع الحياة. وكيف ما الشجرة كتحتاج للشمس والماء والتوازن باش تعيش، حتى العمود الفقري محتاج لطاقة كتسري فيه، طاقة الحياة. البعض كيسميها تشي، أو البعض الآخر كيقول ببساطة البركة. ومنين كتكون الفقرات مزيرة ومشدودة خارجة على الخط، كتولي هذه الطاقة محبوسة، كتمشي بلا توازن، كتضرب في الجدار وكتشتت. الكيروبراكتيك هنا كيدخل ماشي فقط كعلاج، ولكن دعوة للطاقة باش ترجع تجري، دعوة للبركة باش تعاود تدخل للروح باش ترتاح في الجسد. كل تصحيح فقرة هو بحال صلاة صامتة، حركة واعية كتقول للطاقة رجعي، راه الطريق تفتح والنية صافية والجسد كيتسناك. الطاقة الكونية كتخدم قانون الانسجام، واللي كيعرف كيفاش يفتح ليها الباب راه ما كيحتاجش يصرخ. الفقرة السابعة: رسالتي الصحفية في علم الكيروبراكتيك. ومن نوره نكتب ومن رحمته ننقل الحقيقة. كصحافي ماشي هدفي نمجد ولا نروج ولا نصنف العلاج في خانة المعجزة. هدفي كان ومازال هو البحث بصدق والنقل بأمانة والتحقيق بروح طبية وإنسانية. وملي دخلت علم الكيروبراكتيك ما دخلتوش باش نهلل، ولكن باش نفهم. وشي حاجة بداخلي تبدلات، واكتشفت أن الجسد ماشي آلة كتحتاج تصليح، ولكن كيان حي كيطلب الإنصات. أن الألم رسالة والانزياح نداء، وأن فقرة خارجة على مكانها ممكن تكون صدى لوجع نفسي واختناق داخلي، أو حتى حزن قديم ما تداواش. الكرسي ديال التحقيق تحول سرير للعلاج، والميكروفون ولا شاهد على قصص صامتة نطقت في صمت. كل مريض شفتو كيتنفس من بعد جلسة، حسيت أن الصحافة في هذا الميدان ماشي مجرد مهنة ولكن أمانة. رسالتي اليوم بودكاست الشفاء الصامت هي نوصل هذه المعرفة بصوت صادق، ونقول للجسم كيشفينا، غير خليه يتنفس. الفقرة الثامنة: ماذا يقول الأطباء والخبراء. بسم الله على نية الفهم لا التسرع، وعلى نية التوازن لا الجدل، ما بين اللي جربوه وشهدوا واللي مازالين كيسولوا. كيبقى الصوت العلمي شاهد من أهل الاختصاص، ماشي أي شهادة، بل الكلمات خرجت من أكبر العقول في العلاج الحديث. الدكتور جوش إكس من رواد العلاج الطبيعي قالها واضحة: العلاج بالكيروبراكتيك ماشي غير لألم الظهر فقط، بل أداة فعالة لدعم جهاز المناعة. واش كاين أقوى من المناعة مرتاحة كتخدم بلا مقاومة بلا قلق؟ أما جامعة هارفارد منارة الطب والبحث قالتها كذلك: Spinal adjustment can reduce stress, improve sleep quality and enhance focus. تقويم العمود الفقري كينقص التوتر، كيحسن جودة النوم، وكيزيد من التركيز. شنو هو النوم إلا لحظة تسليم؟ شنو هو التركيز إلا علامة انسجام داخلي؟ ومنظمة الصحة العالمية WHO عطات اعتراف رسمي: Chiropractic care is recognized as a distinct health profession with proven benefits. الرعاية الكيروبراكتيكية معترف بها كتخصص صحي مستقل له فوائد مثبتة. وحتى مايو كلينيك المؤسسة المعروفة عالميا قالت: when performed by trained professionals chiropractics
adjustment are safe and effective. عندما يجرى العلاج الكيروبراكتيك على يد مختصين مدربين فهو أمن وفعال. كل هذه الشهادات ماشي دعايات ولكن إشارات من العلم كتقول بلغة صامتة. الجسد كيعرف غير خليه يتحرك، خليه يتنفس. وفي نهاية هذه الفقرة صوت داخلي كيهمس في ودنيك: أنا كنت كنشك واليوم حسيت بشي حاجة كتحرك في الداخل ديالي، شي هدوء ما فيهش كلام، فيه غير راحة. الفقرة التاسعة فقرة فكاهية، حوار بين الكيروبراكتيك والعظام. طبيب المعالج بابتسامة: السلام عليكم يا فقرات الظهر، شكون مزير اليوم؟ الفقرة السطروة بتنهيدة: وعليكم السلام أيها المعالج، أنا راه معصبة مزيرة والو ما فهمني، ديما حاملة الهم، كرفصاتني جلسات الكمبيوتر والمخدة المعوجة. المعالج بحنان: يا بنت الناس، نسميو بالله ونبداو جلسة بالنية. كل دقة ماشي وجع، راه إعلان واستقلال. كنفك باش ترجعي تخدمي بحرية، ماشي عقوبة، راه طهر. الفقرة الخامسة في الظهر: أنا كنت ساكتة ولكن مني دازت يديك حسيت كأن شي واد سال عليه الحجر وبدا كيجري من جديد. بارك الله في هاد اليد اللي كتفك العقد بلا ما تسول. المعالج: ماشي غير يد، راه نية وعلم وصبر. العمود الفقري كامل بصوت جماعي: رجعنا كنحسو بأننا واحد، ماشي قطعة متناثرة. شكرا ليك أيها المعالج، راك ماشي غير معالج، راك وسيط بين الصمت والراحة. الفقرة رقم 10: ما يقوله القرآن عن العظام. ومن عظامنا نبدأ الحكاية، ومن سر الخلق نفتح باب التأمل. كل فقرة، كل مفصل، كل دقة في العمود الفقري ماشي عبث، راه هندسة إلهية وإشارة ربانية. العظام في الرؤية القرآنية ماشي مجرد هيكل، ولكن بنية تقوم عليها الحياة وتبدأ منها القيامة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ياسين الآية 78 و 79. هذه الآية ماشي فقط ترد على شبهة، ولكن إعلان لقيمة لكل عظمة في الجسد اللي نشأها الله أول مرة، قادر يحييها يصلحها ويبعث فيها التوازن من جديد. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم كسونا العظام لحما. المؤمنون آية 14. بمعنى الهيكل قبل الغلاف، الأصل قبل الزنا. العظام هي الجذر، هي القاعدة، واللي ما تبناتش صح الجسد كله كيترنح. وهذا الشيء اللي كيشوفوا علم الكيروبراكتيك، ولكن من زاوية علاجية كيقلب على الانزياح وكيستأذن باش يرد الأمور لأصلها. ماشي صراع مع الجسد ولكن صلح، ماشي تعديل عشوائي ولكن لمسة نية. اليد ديال المعالج ملي كتلمس الفقرة كتبغي تقول بصمت: يا ربي خلي لمستي تكون رحمة وعملي يكون شاهد على نعمتك في خلقك. اللهم إنا لا نملك من عظامنا شيئا فاجعلها لك قائمة مستقيمة مستسلمة لرحمتك. اللهم إنك أنشأتنا من طين وركبتنا بحكمة فتمم علينا نعمتك في العافية، واشمل عظامنا بلطفك، وألف بين فقراتنا، واملأ فراغاتنا بالسكينة، وامنحنا توازنا في الجسد في القلب وفي الحياة. شهادة شفاء من السكوليوز، اعوجاج العمود الفقري. أنا سارة عندي 20 عام من مراكش، ومن صغري وأنا عايشة مع السكوليوز اعوجاج العمود الفقري. خلى وقفتي غريبة ونفسي ضيق وظهري عمرو ما حس براحة. جربت السيري، جربت الحزام، جربت حتى اليوغا، ولكن الألم بقى ساكن فيا. حتى جا النهار اللي دخلت فيه عند المعالج بالكيروبراكتر. أول جلسة حسيت بحوايج كتحرك في الداخل ديالي، كأن العمود الفقري كان كيسكت ولكن باغي يهضر. ومع الوقت المشي تبدل والوقفة بدات كتقاد والراحة بدات كترجع. اليوم ظهري مستقيم كيف ما كان خاصو يكون. رجعت نحس بجسدي كيف آلة متناغمة وكل فقرة فيها نغمة. السكوليوز ما بقاش نهاية،
ولات بداية ديال وعي جديد. شهادة شفاء من السياتيك أو عرق النساء. السياتيك خلى رجلي تسكت، ولكن قلبي هو اللي كيصرخ. اسمي يوسف، 51 سنة، من قلعة الصراغنة، وعشت شهور وأنا كنمشي بصعوبة وكأني شايل حجرة في رجليا. السياتيك كان كيطلق شرارات ديال الألم من ظهري حتى الأصابع ديال رجلي، ما خلاتنيش نعيش حياتي. حتى الصلاة ولات صعيبة. نصحوني الناس بواحد المعالج بالكيروبراكتر في مراكش. دخلت عالم الكيروبراكتيك بشك، ولكن خرجت منه بإيمان. من أول جلسة حسيت بشي تيار كيتبدل في الجسم، العصب بدا كيسترجع نفسه والحركة رجعت حرة. اليوم كنقولها بصدق، بعد 15 حصة علاجية ماشي غير رجلي اللي برات، حتى حياتي برات. وعرفت بأن كل عصب فيه رسالة وكل ألم فيه نداء. شهادة شفاء من الانزلاق الغضروفي. أنا هاجر، 35 سنة، كنت كنعيش مع انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية. ملي كنبغي نوقف وكأن شي شيطان كيشدني من ظهري وكيبدا كيجرني لتحت. الحركة ولات صراع والجلوس ولا عقاب. الكيروبراكتيك ماشي سحر، ولكن قريب ليه. التقنيات كانت بسيطة ولكن دقيقة بحال السيف. الجلسة السادسة كانت المنعرج، والنوم الأول بلا ألم كان الانتصار. اليوم كنمشي، كنوقف، كنجري، وعرفت أن العمود الفقري ماشي غير عظام، راه طريق الحياة. شهادة الشفاء من بوز اللوم والكتفين والعنق. سميتي أيوب، مبرمج خدام في مكتب لساعات. بديت نحس بثقل في الكتفين، والعنق ديالي ولا جامد، الراس ثقيل، والصداع الصديق ديالي ديما. بوز اللوم الكتفين كان كيسرقني من الراحة، كيسد لي التنفس، كيسهرني بالليل. سافرت عند معالج الكيروبراكتر في مراكش بناء على توصية، وهذاك النهار تبدلات فيه نظرتي لجسمي. الكتفين تحروا والعنق ولا كيدور بحال زمان، والراس خف. ماشي فقط جسدي اللي تبدل، ولكن حتى القلق هبط وحتى التركيز رجع. والعنق والكتفين كانوا كيدويو بلغة ما كنتش فاهمها، واليوم سمعتهم وسكتوا. الختام في هذه الحلقة، سافرنا بين الأعصاب ومشينا في طرق صامتة كتكلم غير بلغة الإحساس، ووقفنا قدام باب من أبواب الشفاء، باب اللي ما كتفتحوش الجراحة وما كتسدوش الأدوية، ولكن كتحلو فقرة، كتفتحو نية. شفنا كيفاش الجسد كيهضر في صمت، وكيفاش اليد الواعية كترد التوازن. شفنا مع بعض كيفاش العظام ماشي مجرد تركيب، ولكن شاهد على الخلق وعلى العودة وعلى البركة. بارطاجي هذه الحلقة مع اللي عنده وجع، مع اللي كيقلب على الراحة، مع اللي فقد الأمل في الصمت. راه كاينين بزاف، ماشي كل واحد قادر يعبر بصوت، ولكن كل واحد كيحس. دير جيم إلا حسيتي بشي حاجة تحركات في الداخل ديالك. اشترك، تابونا معنا في القناة باش توصلك الرحلات الجاية من الشفاء الصامت. رحلات ماشي في الكلمات ولكن في الروح. كان معاكم إبورك الحسين من بودكاست الشفاء الصامت. فين الصمت فيه شفاء، والفقرة فيها رسالة. في أمان الله.